يا هلا ويا مرحبا بكم فيديو جديد ومبين من عنوانه. هالمرة راح انزل لكم فيديو رحلتي الى باريس، لكن هالمرة استخدمنا الباص. اتجهنا من ألمانيا في إحدى مدن ألمانيا. طبعا هنا الطريق مثل ما تشوفون، طلعت من بيت صديقتي لين رحت أنا وياهم واتجهنا بالباص، وحالفنا الحظ انه يكون المقاعد الامامية في الجزء العلوي من الباص عنا، فاستغليتها فرصة وقلت اخذ لكم شوية مقطع صغير عن الطريق، منها تشوفون الطبيعة الموجودة في ألمانيا ومنها تشوفون المدن، وأكيد تستمتعون بهاي المناظر الخلابة. تابعوا الفيديو للنهاية وراح تشوفون أحداث كلش حلوة لا تفوتكم. لا تنسون اللايك ولا تنسون تعليقاتكم الحلوة، ويا ريت اللي يشوف الفيديو ما مشترك بالقناة يا ريت ينورني ويشترك بقناتي، وأكون ممنونة من حضراتكم. تحياتي لكم وين ما كنتم. هلا مساء الخير. وين أني في باريس. هاي تشوفون نتمشى بالسنتر مال باريس. طبعا فالشي البنايات كلش حلوة. شعلة جنط مالتي وافتر السفر، بس شنو كلش حلو طقوق. طبعا هذا اول يوم وصلنا بيه، كان تقريبا ساعة ب3 العصر، فمثل ما تشوفون الجو كان كلش مخربط كله مطر، فاحنا بس ارتاحينا ذبينا الجنط او الحقائب وبدلنا ملابسنا وقررنا نطلع حتى لو بارد. قلنا احنا جايين لان هي كانت فترة فقط يومين، يعني رحلة قصيرة وبالباص. تعرفون طريق الباص تقريبا استغرق 5 ساعات. وصلنا كان الجو هيجي، ما قدرنا نصعد لأن كانت مطر وصارت عاصفة. المهم استطلعنا المكان وبعدين رجعنا، عرفنا الطريق. ثاني يوم مثل ما تشوفون فطور، تريقنا مثل ما نقول أو فطرنا في الفندق. كل واحد أخذ اللي يريده فد ريوق بسيط، وأخذنا جنطنا ويانا وظلينا نفطر. طبعا رحنا لانه احنا قبل بيوم مثل ما قلت لكم طلعنا، ورغم ما كنا تعبانين استكشفنا المكان وعرفنا شلون نروح وشلون نتنقل عن طريق القطارات تحت الارض. ف يعني مثل ما نقول قدرنا بهذا اليوم ونص اول يومين نروح مكانات المهمة، جولة بحرية او نهرية مثل ما نقول بالنهر. افترينا بشوارع باريس. مثل ما تشوفون شوارع باريس كلش حلوة. داخل المدينة السنتر اللي بيها المتحف وشارع الشانزليزيه وبيها برج ايفل. مثل ما تشوفون شوارع كلش حلوة ونظيفة، لكن اذا تفوتون بعمق باريس راح تلقوها ما مرتبة. فنصيحة لا تثقون بأي شخص، حتى إذا صادفتوا عرب خصوصا. طبعا حسب ما قالولنا الناس صادفنا إنه إحنا رحنا صيدلية، احتاجنا شغلات من الصيدلية أو ردت أشتري أدوية من الصيدلية، فكانوا هناك عرب جزائريين ومغاربة. حذرونا ديروا بالكم على جنطكم، لأنه دائما إيديكم على حقائبكم. دائما كونوا حذرين، يعني لا تعطون ثقة كاملة. إذا صادفتوا عرب لا تعطون ثقة كاملة، ولا تثقون باللي يقولوا لكم إياه. يعني كونوا حذرين، يعني هيجي قالوا، لأنه هي يعني اكو تخوف من هذا الموضوع. فاحنا كنا حتى لو نصادف العرب مجرد سلام، ومن صراحة يعني من نحاول نسوي كونتاكت وياهم نبتعد. يعني اعتمدوا على معلوماتكم من خلال الجوجل،
بالجوجل كل شيء اكو، كل شيء تقدرون تسألون بالانجليزي اكيد، او اللغة الالمانية يحجون الماني ويحجون انجليزي. اسألوا اهل البلد يعني، فحتى لا يصير لكم مشاكل. هي يراد 3 أيام 4 أيام تقريبا، وحاولوا تستأجرون أو تاخذون تحجزون في فندق داخل بالسنتر مال باريس، يعني مثل بهاي المناطق اللي صورت لكم إياها أفضل لكم، ما راح تخسرون من ناحية مصاريف القطارات، من ناحية الرقي، وبنفس الوقت راح تظلون تفترون داخل المدينة. هي كلها شيء يمشي، يعني مثل ما نقول يعني راح تلقون المتحف يم الشانزليزيه، راح تلقون برج ايفل، البواخر يمها هماتين، فواحد جانب الثاني. لذلك أنصحكم تاخذون فندق بالسنتر، ممكن يطلع لكم الليلة الوحدة $100 أو 100 يورو، 130، لكن راح تستغنون عن هواية شغلات يعني مع الريوق أكيد أو الفطور، أو غدا ممكن يعني ريوق وغدا. فبهيج حالة راح تكسبون وقت، ونفس الوقت تحافظون على سلامتكم وتستغلون الوقت. أكيد تتونسون، تتفرجون، تشوفون الشوارع. طبعا داخل سنتر باريس الشوارع كلش حلوة، البنايات كلش رائعة. نمشي لقينا سوق مال متجولين، ما أعرف شو يسمونه يعني، وهنا شفت بقالة، ومن خلالها لفت يعني نظري هذا المطعم، فقررت أفوت وأخذ لي تصوير حلو. طبعا بعد ما استأذنت من صاحب المطعم، فشي كلش حلو رائع، وصورته. راح يشوفون داخل المطعم شلون بكليته باقات مال الفلفل الأحمر، الفلفل الأحمر دائما أني أقول عليه الفلفل من ناحية الشقة والضحك. فكان يعني مثل ما نقول هو يوم تعبنا بيه بس تونسنا. تابعوا الفيديو للنهاية راح يشوفون تقريبا أماكن كلش حلوة بباريس. طبعا هذا الجزء الأول، والجزء الثاني إن شاء الله راح يشوفون جزء من مدينة باريس أيضا، والمكان اللي كان قريب من المحطة. فتابعوا الفيديو وشوفوا الرحلة البحرية اللي مشيناها أيضا بالباخرة، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. يعني في البنايات تخبط. عرفت
تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح، خليك ليلي تالي وانطر معي ليلي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وبلاك انا اشتاني في الرسالة، تبى تقلب الحنانة شوف حالي انا. وانا وبلاك انا اشتاني في الرسالة، تبى تقلب. وانا وبلاك انا اشتاني في الرسالة، تبى تقلب الحنانة شوف حالي انا. كل الهدايا اللي في الكون، أفهمني حاسس بيا، عرفني تعب فيا، ولا تطير خاف عليا وبلوم شطوط. وانا بلاك انا عشاني في الزمان، تبى تقلب الحنانة شوف حالي انا. وانا بلاك انا عشاني في الزمان، تبى تقلب الحنانة شوف حالي انا. وهسه قررنا نركب الباخرة أو السفينة وناخذ لنا جولة قصيرة، وراح يشوفون برج إيفل. طبعا الجولة كانت كلش حلوة، وأوقات حلوة قضيناها. طبعا مكانكم خالي، وأتمنى لكم أوقات ممتعة وفرجة ممتعة. C'est les avis et les ministres de droit Henri IV, ne croyez pas,
طبعا هنا أنا خفيت الصوت. مثل ما تشوفون برج إيفل ورايا بالفيديو. تمنيت لكل واحد يكون مثل ما نقول عنده الإمكانيات ويحاول شوية يعيش اللحظة، يطلع يتونس ويا عائلته ويا أصدقائه حسب الإمكانيات اللي عنده. ننسى الماضي ونعيش اللحظة. الماضي راح، الله منطينا عمر مثل ما نقول حتى نعيشه صح. حاولوا تكونون بتفكيركم إيجابيين، حاولوا تعيشون اللحظة، لأنه الله منطينا شانس واحد بالحياة. نحاول نعيشه صح، نتذكر أيامنا الحلوة، انسوا الماضي. كليتنا عندنا آهات وكليتنا عندنا مشاكل بحياتنا، لكن اللحظة لازم نعيشها صح وننسى الماضي ونفكر بالمستقبل. المستقبل بيد رب العالمين. فمثل ما تشوفون عشت اللحظة مع بنتي ومع أصدقائي، ورحنا لباريس وسوينا لكم هذا الفيديو الحلو حتى تشاركونا بأفراحنا. يا ريت عجبكم هذا الفيديو، وإن شاء الله ما تقصرون ويانا لايكاتكم ومشاركاتكم مع الأهل والأصدقاء. طبعا هنا بعد ما رحنا للفندق غيرنا ملابسنا، قررنا نشوف برج إيفل بالليل، لأنه حكونا قالوا كلش حلو. طبعا برج إيفل بالليل فعلا حلو. كل ما تصير الساعة ضبط يعني 5 دقايق يقوم يضوي. هسه احنا طبعا اجينا بالليل مثل ما تشوفون، انتظرنا لحد ما يضوي. تشوفون برج ايفل فشي طبعا كلش حلو. تابعوا الفيديو للنهاية لأنه فعلا الأحداث كلش حلوة، وأتمنى ما تنسون الاشتراك بالقناة واللايك والتعليقات الحلوة والمشاركة مع الأهل والأصدقاء حتى القناة تصعد أكيد بدعمكم وبوجودكم بها.